السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. وصفتنا النهاردة السمك المقلي. انا كنت عملت معاكم قبل كده السمك في صينية في الفرن وكان طالع روعة وصحي، بس الصراحة النفس ساعات بتشتاق للسمك المقلي، وبالذات لما بيكون بولتي، يعني ايه، بتحبه مقلي اكتر من اي وضع تاني. الوصفة بتاعتنا النهاردة ان شاء الله بسيطة جدا وسهلة، وهقولك على حركات وتتبيلة روعة تقدري تعملي بيها اي نوع من انواع السمك. اول حاجة كده قبل ما نبدأ الفيديو نقول بسم الله ونصلي ونسلم على رسول الله، ونبدأ بالمقادير. معانا في بابريكا وفلفل وكمون وملح، ديت التوابل بتاعتنا، ومعانا عصير ليمون 2 كبار يعني، معايا كزبرة وفلفل اخضر وفلفل حراق وتوم. هناخد كل المكونات بتاعتنا ديت ونفرمهم في الكبه، ويا ريت لو كان في قرن فلفل احمر، بس انا بحب اضيفه دايما للمكونات دي، بس ما كانش عندي، بس بيدي لون وبيدي شكل جميل. بعد ما نفرم كل التتبيله ديت في الكبه او في الخلاط او في الهون، بناخدها فورا ونروح بيها على السمك اللي احنا غسلناه كويس بالملح والليمون وصفيناه كويس من الميه. وبعد كده يا ست الحبايب شرحناه بسكينة. لو هو كبير لازم، لو هو كبير تفتحيه بالسكينة كده عشان السوا ياخد السوا المطلوب. وطبعا بنحضر الدقيق بتاعنا اللي هنلف فيه السمك، بنحط له شوية توابل كده، نفس الشيء فلفل وكمون وبابريكا وشوية ملح، عشان السمك يكون متبل من بره ومن جوه، ولفة الدقيق نفسها يكون فيها الملح بتاعها، واخده الملح بتاعها. طبعا بعد ما بنقلب الدقيق كويس جدا جدا بالتوابل ديت، بنجيب السمك زي ما قلت لك احنا متشرح ازاي. لازم تشرحي التشريحه ديت لو هو كبير، وكمان حتى لو صغير برضو التشريحه دي بتديله سوا ممتاز، ما بتخليش فيه دم ولا بتخلي فيه اي حاجه. وندخل بالتتبيله ديت في جوه الفتحات ديت، بحيث يعني شرايح اللحمه بتاعت السمك كلها تكون واخده من طعم التتبيله. لازم ادخل الحشوة جوه الفتحات، بس بحشي الكمية بتاعتي كلها، وبعد كده بلفها في الدقيق اللي احنا جهزناه مسبقا. بحاول الف، يعني اكمر السمكة كويس في الدقيق بتاعنا كده، بحيث تتلف كويس في الدقيق وتتشرب بيه، واركنها على جنب يعني قبل التحمير، يعني ما انزلش بيها في الزيت مباشرة بعد اللفة في الدقيق دي. ليه؟ الزيت كده هيتحرق، لان هيكون في نسبة من الدقيق لسه ناشفة وهتنزل في الزيت. لكن لما تركنيها مسافة يعني نص ساعة مثلا تلفها كده، السمكة بتشرب الدقيق والدقيق بيمسك فيها ويبقى شبه متشبع بالبلل كده، فما بينزلش منك في الزيت اول ما تحط السمك في الزيت، يعني بيفضل الزيت بتاعك نظيف وجميل ومفيهوش حاجة محروقة. فديت يعني افضل طريقة ان انت تحافظي على الزيت بتاعك لاطول وقت ممكن وهو نظيف، انك تلفي السمك قبل التحمير بمسافة على بنص ساعة حتى على الاقل، عشان يفضل الزيت بتاعنا نضيف وحلو وما يتحرقش. بنقليه بقى على نار متوسطة، وبنقلب من كل شوية من ناحية للتانية لحد ما ياخد اللون المطلوب والسوا المطلوب. بس وبعد كده بقى بنطلعه، ومعانا شوية من الخلطة اللي احنا عملنا بيها تتبيلنا بيها السمك. مش بنخلص التتبيلة كلها، انا بكتر التتبيلة عشان يتفضل معايا شوية من التتبيلة ديت، اتبل بها السمك بعد ما يطلع من الزيت. زي ما انت شايفة كده بتبل السمك بيه. وطبعا بعمل السمك ده مع رز، رز احمر. يعني هبقى انزلك الطريقة بتاعته، اكيد كلكم عارفينه. آه، او ابيض لحد حابب ابيض، بس وتكون ديت الوصفه بتاعتنا، يا رب تعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.